احنا هنعمل النهاردة الحواوشي البيتي بمقادير سهلة وبسيطة زي حواوشي بتاع الشارع بالظبط. دي المقادير وهندخل على الطريقة على طول. في طبق كبير هنبدأ ننزل بالمقادير. أنا كاتبة لكم المقادير كلها. ده البصل، والبصل احنا بنحطه تقريبا قد نفس كمية اللحمة أو أكتر منه شوية، لأن ده اللي بيديها الطعم الحلو أوي بتاع الحواوشي بتاع الشارع اللي الناس كلها بتجري عليه. ده البصل، وطبعا فلفل حراق ده اكيد، وفلفل اخضر، واهم حاجه بقى في الموضوع ده كله ال 20 او 50 جرام اللي هو اللية دي، هي دي اللي بتدي الطعم الفظيع بتاع الحواوشي. دي احنا بنبشرها، يعني بنجمدها وبعد كده بنبشرها عشان تبقى سهله علينا ان احنا نعرف نتعامل معاها. وبعد كده بنحط معلقتين كبار من تتبيله الحواوشي من عند العطار او الاكياس الجاهزه على حسب ما انتي عايزه. بس دي الخلطه الاساسيه اللي احنا بنحطها في الحواوشي. والتوابل اللي بتبقى موجوده فيها بتبقى كفايه بالنسبه لي جدا، ما بحطش عليها